السلام عليكم. مركز جراحات الشخير، وحاله صعبه تعبتني، وزي ما انا بقول له كده يعني قبل ما هشيل له الدعامه، انت طلعت عينيا جوه العمليه. ربنا يبارك لك من التعب في مناخيرك، مناخيرك كانت بايظه بنسبه 100%. هو طبعا احمد جاي مرعوب ان احنا هنشيل له الدعامه، وعايز مسكن وماسك ايد مامته وخايف، صح كده؟ قلت له لا، يعني هيبقى في تعب طبعا، في شويه ايه تعب، وهعذبك زي ما عذبتني. تعال نشيل لك الدعامه وبعدين نتكلم. بسم الله حبيبي. قول يا ريس. الله. بس كده؟ ايه كده اتشالت؟ كده اتشال. الحمد لله رب العالمين. خد نفس كده وقول لي بقى الدنيا عامله ايه. الله اللهم لك الحمد ولك الشكر. الله يبارك لك يا دكتور، والله الله يبارك لك حبيبي مفيش حاجه انا بس قلقته قبل العمليه، قلت له طبعا زي ما انت طلعت عينيا، قلت له ما انا شفتك قلت لي غمست لي زي ما انت طلعت عينيا قبل جوه العمليه، انا هطلع عينيك وانا بشيل لك الدعامه. الله. ها ولكن يعني في نفس. الحمد لله. الله. انا سيبه هو بس يقول، انا ما بحبش اتكلم مع العيان خالص. هو انا يعني كانت مناخيري دي مسدوده تقريبا من اول ما اتولدت، فما عنديش خلفيه ان في نفس بيطلع من هنا يعني. ما عندكش خلفيه فانا يعني جمله حلوه برضو، ما عنديش خلفيه ان ممكن اتنفس. في اكسجين طالع من انفي، يعني انا حسيت ان انا بتنفس، في نفس طالع. وعمرك ما اتنفست قبل كده؟ انا عمري ما اتنفست من هنا خالص، كان دايما في نفس هنا وعامل لي ازمه برضه. ودلوقتي تمام والله بالامانه يعني. ربنا يبارك لك يا دكتور. خد نفس تاني وقول الله زي ما قلت كده. الله. اول يوم قال لي انا بامانه لو اعرف العمليه متعبه كده ما كنتش عملتها. حلو. بس قال لي حسيت براحه. تستني العمليه متعبه صح كده؟ طب وبالامانه دلوقتي بعد ما النفس رجع انا جايه لك اهو. تعملها تاني؟ اعملها تاني والله، طالما في تحسن كده، في نفس. والله اول يوم قال لي انا حسيت براحه في صدري، مع ان مناخيره برضو كان فيها الدعامه ما انا بقول له ده، انا كنت خايفه ان هو يشتكي بمناخيره اكتر. وبقيت قلقانه، لقيته يعني هو اللوز بس هي اللي تعبته شويه، حكم انه زوره بيقوم بالليل تعبان وكده. احكي لي يا احمد بقى، قول لي كان شكل التعب بتاعك ايه وانت عندك 29 سنه ولسه يعني زي ما بيقولوا كده في مقتبل العمر؟ مفيش، ولا كنت لما بتكلم مع حد يقول لي انت بتنهج ليه انت بتتكلم وانت عندك 29 سنه؟ ويقول لي انت في صوتك فيه خلفه كده، بتتكلم في خلفه في صوتك. دايما بقى قاعد في مناخيري كده بحسس ان في ازمه هنا، حاسس ان في ازمه، فدايما بقعد قاعد في مناخيري يعني. اما دلوقتي والله العظيم مش ممكن كده مجامله لحضرتك، انا اول مره دي طلع نفس، في اكسجين هنا، في هواء. الله والله الله يبارك لك. صح كده؟ الله يبارك لك. الله يبارك لك. التعبير بتاع العيان والفيرست امبريشن او الاحساس ليه مع دخول الهواء ده، الحقيقه كل عيان مختلف تماما وبيتفاعل بطريقته، وانا بحب الحقيقه اسمع تفاعل العيان اول ما الهواء يخش في مناخيره. الله عليك والله يا دكتور، الله يبارك لك والله. انا اول مره في هواء يخش في مناخيري، ده لسه كمان جرح وكده ولسه بالظبط كده. الله يبارك لك. هنطلعك بوشك في الفيديو ولا مش عايز برضو زي ما انت عايز؟ والله يعني انا بالنسبه لي لو عليا والله ما عندي مشكله، بس انت شفت والدي عامل ازاي اهو. ولا يهمك. ايه رايك يا حاجه قولي لي كده، كان احمد بيشتكي معاكي بايه؟ هو انا بصراحه هو صاحب ابني، بس ابنك زي ابني، قولي لي كده. بس انا اول يوم سمعته وهو بيشخر كان بينام هو الاستاذ زين في الغرفه، فانا كنت بحسبه هو. فكنت بسمع حد بيشخر ويقطع النفس خالص، انا اقول ايه ده؟ وبعد كده بصيت لقيت انتبهت له نام معايا بره. فقلت له يا ابني ده انا حتى مش عايزه اقول لك ان انت روحك هتطلع. يا نهار، للدرجه دي؟ والله العظيم. والله بياخد النفس بيشخر صوت عالي جدا وياخدها طويله وفجاه يقطع. سكت بتاع دقيقه. 29 سنه يعني، احنا مش بنتكلم في 50 و60 و70، 29 سنه ونفسه بيتقطع وبيتكتم وبيموت وهو نايم. ده حقيقي.
ودلوقتي طب انت بعد العمليه ومناخيرك كانت مقفوله، اخبار زورك ايه والنفس ايه والخنقه سيبك من الالم يعني او شويه الوجع، انا بتكلم على الصدر والهواء. انا قلت الزيد وقلت لامي، قلت لهم ان انا صدري حاسه مرتاح اول يوم والله. من اول يوم اول يوم بعد العمليه والله. انا بنهج دايما انا وقاعد من غير اي مبرر. ودلوقتي لسه بتنهج؟ لا نهج من اول يوم، بقول لحضرتك اول يوم مفيش نهج. يا والله هو زعل بس للالم اللي اتقلبه عادي، هو بس الالم عشان اللوز بس. اي حاجه في الدنيا فيها شويه الم. اما مناخيري ما كانش فيها الم، تمام، ما كانش فيها الم، هو بس كان كل المشكله ان الدعامه ما مخلينيش اتنفس كويس صح. بس اول ما اتشالت في هواء، انا في هواء اول مره. مبسوط يا احمد؟ جدا والله. اشكرك الله يبارك لك، ربنا يبارك لك يا رب. انا قصدت ان انا اخوفك شويه حبيبي يا دكتور. قصدت لان انت كانت مناخيرك تعبانه جدا خايف. وتعبتني جدا الحقيقه جوه اوضه العمليات، لكن انا اصريت ان احنا يعني نجيب احسن نتيجه مع كل التعب وكل الكسر اللي كان في مناخيرك والغضاريف اللي كانت متضخمه واللوز اللي كانت متضخمه. يعني انت كنت صعبان عليا جدا والله. ده بركه يعني والدته اكيد، ست صالحه جدا، والده طبعا اكيد، وبركه دعائهم، وهو انسان كويس الحمد لله. احنا بنحب كل الناس اللي بتجيلنا كويسين ويخرجوا من عندنا يعني احسن واحسن بفضل ربنا. خلي بالك حضرتك انا بتابع الدكتور، برنامج الدكتور والله. طيب كويس. مكيفه، بس لما شفت حضرتك انا شفتك كذا مره بس لما شفتك هنا عرفتك بقى على طول انا يعني اللي بطل. لا فعرفت الشخصيه وعرفت الطيبه وعرفت ربنا يكرمك. وطلعت زي ما انت كان في مخيلتك ولا؟ انا بحب البرنامج ده جدا. ربنا يكرمك. اي كان بقى دكتور قبل العمليه باسبوع تقريبا ما كانش بينام خالص. والله كان بينام هنا على رجلي من كتر ما هو مش عارف. انت صاحبه؟ انا خاله. انت خاله وعايش معاه؟ وصل لمرحله بيقول لو نمت هموت بشكل اللي هو 100% هموت، مش قادر للدرجه دي. الثلاث ايام الاخرانيين دول اصبح عنده يقين، عارف ان هو نفسه بيتكتم هيموت، فيقول انا بقيت اخاف انام. والله حرفيا اقسم بالله. ده انت بعد كده النهارده من دلوقتي بقى، من النهارده بعد ما مناخيرك فتحت اتفرج على نفسك في النوم والنشاط والتركيز. انا مبسوط، انا حسيته دلوقتي. انا اول مره اطلع هوا من مناخيري. الله والله الله الحاله النفسيه والضغط اللي عليه طبعا. المستشفى ضغط عالي عليه عن 29 سنه. 3 ايام الاخرانيين حضرتك كنا عربيه الاسعاف ده اسبوع كامل في البيت. عربيه الاسعاف الضغط عالي جدا، الضغط عالي ويخرج يجي تعبان جدا. ومش عايزنا نطلعك تقولي الكلام ده للناس. اقول والله يا دكتور. ومش عايزنا نطلعك تقولي الكلام ده للناس. انت عايزك 29 سنه واخر 3 ايام كنت بتتخنق وتموت وجابوا لك عربيه الاسعاف وضغطك زاد وكنت بتموت. خلاص اخر يوم ما كانش عارف ينام خالص، جه قاعد انا بنام وانا قاعده عشان عندي ظروف. الترجيع طبعا طلع ورجع ياما خلاص قال اني هموت. وفي اخر وبعد العمليه اخباره ايه؟ انت كنت معاه؟ من اول يوم زي ما قالت ماما، من اول يوم اول حاجه قالها حاسس ان في راحه. انا هنا بيقول لي صدق لو اعرف العمليه متعبه كده. والكلام طلع من غير انا قلت لما بتكلم بتحس ان في كلام طلع مع مناخيري. دلوقتي لا من اول هم الحمد لله على سلامتك يا ابو حميد. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. انا فرحان بيك جدا ومبسوط بيك جدا جدا جدا. ربنا يكرمك وترجع تقول لباباك بقى وتقول لوالدتك وتقول لاخواتك وتقول لسوهاج كلها اكيد طبعا ان انت بقيت كويس. انا ناوي النهارده والله انزل بوست لحضرتك وهعمل لك اشاره عليه على ربنا يخليك. انت كفايه ان انت بقيت كويس. ربنا يبارك لك. الدنيا عندك والله العظيم. ربنا يبارك لك يا دكتور. ربنا يبارك لك يا دكتور. الحمد لله على سلامتك. يعني فرحتي بعيان يعني بيخف، عيان بيقول الله على نفس مناخيره، ما تساويش حاجه في الدنيا. تدعي لنا يا احمد. ربنا يبارك لك يا دكتور. وانت طبعا اللي كله وتقول لوالدتك تدعي لي. حاضر والله. خلاص الناس الطيبين دول يعني احنا بنتلمس دعائهم. الله يستر يا دكتور. ماشي. الله يبارك لي فيك حبيبي. ده فضل من ربنا علينا وعلى مكاننا وعلى عياننا ان هو بينزل شفاء عندنا بفضل ربنا. الحمد لله. ناس محترمه وحرام انا كنت بطلبه. لا احنا كلنا تيم واحد وكلنا بنتعاون مع بعض عشان نوصل ان واحد زي احمد يبقى كويس. قلت فعلا اتصل بيه في نص الليل بالنهار اي وقت اتصل بيه ما شاء الله عليه. ربنا يكرمك. ولا بيشتكي. ربنا يكرمك. الحاج عزت ده اخويا 35 سنه مع بعض يعني عمر وعشره وكل حاجه. انا بقيت ببقى خاف يعني يتضايق مني. ما عندناش حد بيتضايق. عمره ما يتضايق سبحان الله. الحمد لله. والله فضل من ربنا علينا. الحمد لله على سلامتك يا ابو حميد. الحمد لله على سلامتك. وده شرف لينا ان كل حد في المركز بيمثلني وكل حد في المركز
بيرفع من سمعتنا. وده احنا يعني احنا بنبقى محتاجين ان العيان يخرج عندنا مبسوط ويدعي لنا، وزي ما بيقولوا كده يعني ما نقصرش مع حد. ربنا يبارك لك بس عشان تبقى انت عارف يعني. ربنا يبارك لك ومن نجاح لنجاح يا رب باذن الله. بالتوفيق. وده فضل من ربنا، وزي ما نقول دايما ربنا يكرمك. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، مع تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.